السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لو عندك بواقي لحمة موجودة عندك في التلاجة من غدا امبارح، هنعمل بيها أحلى وأجمل وألذ فطاير بعجينة ناعمة وخفيفة وهشة وطرية واقتصادية جدا. بجد الفطاير دي طعمها وريحتها خطيرة جدا، هتنفع معاكي وجبة غدا أو وجبة عشاء أو سندوتشات في أي خروجة أو رحلة أو فسحة. بجد جميلة جدا. وهنبدأ بسم الله. معايا بولة كبيرة هحط فيها كيلو دقيق ومعلقة صغيرة ملح. كيلو دقيق هياخد معايا كوبايتين ونص مية. هنزل بالمية واحدة واحدة لأن المية على حسب نوع الدقيق، في دقيق بيشرب مية كتير وفي دقيق ما بياخدش مية كتير. من الكوبايتين ونص مية اللي هضيفهم في العجين، في منهم نص كوباية هحط فيها مية دافية وكيس خميرة فورية ومعلقة كبيرة سكر، واسيبها تخمر لمدة 5 دقايق وبعدين بضيفها على العجين وبعجنهم كويس. العجينة تكون طرية وناعمة. وبضيف كمان 3 معالق كبار زيت. الزيت بيخلي العجينة تنعم وما تلزقش. هنا خلاص خلصت عجن، وهحط على وش العجين معلقة صغيرة زيت. وهنقل العجين في بولة أصغر. شايفين العجينة ما شاء الله ناعمة وطرية ازاي. بغطيها واسيبها تخمر. مدة التخمير هتاخد معايا 45 دقيقة. معايا طاسة على النار بضيف عليها معلقة كبيرة زيت ومعلقة كبيرة سمن، وهنزل ببصلتين كبار مقطعين مكعبات. أول ما البصل يتدبل معايا ويديني لون أصفر، هنزل بالفلفل مقطع مكعبات وبشوح البصل والفلفل كويس مع بعض. معايا اللحمة متحمرة من غدا امبارح. بحطها في شوية مية وبسيبها تغلي شوية، وبعد ما تبرد خالص هفرمها في الكبة وهنزل بيها على البصل والفلفل. اللحمة مستوية والبصل والفلفل خلاص استوى. هنزل عليهم بمعلقة صغيرة كزبرة ومعلقة صغيرة كمون ومعلقة صغيرة فلفل أسود. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وهقلبهم كويس كام تقليبة وهفصل عليهم النار، وبكده يكون الحشو جاهز معايا. هنا العجينة ما شاء الله قعدت بالظبط 45 دقيقة متغطية في مكان دافي. وهنا بهبط الخمور بتاع العجين وبقطعها كور صغيرة أكبر من حجم البيضة، وبعدين بفردها بشكل طولي.
وبضيف عليها معلقتين من الحشو وبقفلها كويس وبحطها في صينية مدهونة دهنة خفيفة من السمن. وبعمل كمان واحدة، بحط معلقتين من الحشو وبقفلها كويس. وهنا هعمل اخر واحدة معاكم، وبعد ما نخلص نشوف هنحط ايه على الوش. هنا معايا صفار بيضة، بضيف عليها معلقة صغيرة فلفل اسود. الفلفل بيشيل ريحة الزفارة، زفارة البيض خالص. وكمان معلقة صغيرة قهوة. القهوة بتدي شكل حلو للفطاير بعد ما تستوي. وبقلبهم كويس. وهنا خلاص بدهن بيهم الفطاير. وهحط على وش الفطاير سمسم. وهحط كمان حبة البركة. هنا بحط السمسم، النص التاني هحط عليه حبة البركة. وفي صينية تانية هعمل ميكس بين السمسم وحبة البركة. وهنا بعمل شكل على الفطاير، شكل حلو خالص بعد ما بتستوي الفطاير. بالسكينة كده بعمل شكل. الخطوط دي بتفضل ظاهرة بعد ما بتستوي الفطاير. وهنا بعد الفطاير ما خرجت ما شاء الله جميلة جدا، اخدت معايا في التسوية 13 دقيقة بالظبط. وبعد ما خرجت من الفرن غطيتها لمدة 10 دقايق علشان تطرى وترد معايا. وكمان عملت من نفس العجينة ونفس الحشو، عملت منهم 2 ميني بيتزا. وبكده يكون الفيديو بتاعنا خلص. اذا عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة. دمتم في رعاية الله.